ولسه منفردين معاكم بالحصريات لبرنامج قمة العاصمة حازم الهنداوي وزينب علم الدين. ومعانا ومعاكم الخطبة بطوط مدام فاطمة. أهلا بك يا مدام فاطمة. أهلا بيك. ازي حضرتك؟ مدام فاطمة، بصفتك الخطبة بقيت ما شاء الله مشهورة على مستوى خط القناة وسينا وتقريبا على مستوى مصر بحالها. الحمد لله. آه، الفكرة بدأت معاك ازاي؟ بدأت بدائرة المعارف والصحاب والحبايب يعني وكده اهوت، والحمد لله ان انا وفقت كذا حد يعني و... ومن بعدها بقى في مصداقية، ان مثلا كل ما حد بيعوز حاجة انه مثلا عايز يوصل لشريك حياته بيوصل لي عن طريقها. بحاول ان انا مثلا اوفق بين ده ودوت، وسبحان الله ولله الحمد. بقدر اوفق 100% بالشروط اللي هم عايزينها، بنفس الحاجات المشابهة ما بينهم وبعضهم بتفاصيلها بكل حاجة، وده من كرم ربنا عليا الحمد لله. يعني الفكرة في الأول مدام فاطمة بدأت بدايرة المعارف. المعارف والصحاب والاهل. دايرة المعارف اتوسعت ازاي بعد المعارف؟ المعارف اتوسعت ان انا عملت جروب كان خاص على الفيس، وبرضه بدأوا حبايبي ان هم يضيفوا ناس للجروب، وكان جروب خاص يعني ان انا عاملاه على المحتوى الضيق اللي محدش يشوفه. فبعد كده والله اقترح عريس كان عندي، تمت خطوبته يعني والحمد لله. فاقترح عليا ان انا اعمل صفحه مموله، وكان هو صراحه ربنا اللي شاركني فيها يعني، ومن مجالها ربنا كرمني وفتحت الصفحه الاولانيه، فلله الحمد يعني. اللهم لك الحمد. تمام. كم جوازة نجحت؟ كم جوازة يعني ما شاء الله لا على اللهم ايد لك الخطبة الحمد، بطوط؟ لا كتير، اللهم لك الحمد ما يتعدوش، اللهم لك الحمد. ومعاهم دلوقتي اطفال في المدارس، لله الحمد يعني. طب العرايس اللي حضرتك يعني كالمساعدة ليهم يعني اللي هم مثلا في مش معانا مقتدرين حالات على كتير حالات بنتولاها، معينة. لا في حالات كتير معانا بنتولاها ان احنا ما بناخد يعني، ان احنا نجمع لها حتى المساعدات، ان هو نكمل لها جهازها والحاجات ديت، ولله الحمد بيحصل، وبنفرح بنات كتير من عندنا وبندعيهم الحمد لله. طب في واجهت تجاوزات يا مدام فاطمة؟ كتير. وازاي مثلا مواجهة التجاوزات دي؟ انا بالنسبه لي ما بحبش الغلط، يعني انت داخل حاجه عايزها، طلبك موجود بكل ادب بكل احترام بكل ذوق، هتلاقي الطلب بتاعك موجود باذن الله، وهجمعك وهوفقه. لكن التجاوزات ان احنا نغلط او ان احنا نسوء لفهم بعضينا لا، ملوش اي داعي، وان احنا مع ذلك بتلاشاه وبنزله سكرين بكلامه او بالاهانه او بالغلط اللي هو بيفعل ذلك، ان انا مفيش تعامل معاه بعد كده نهائي. وطبعا حرية الرد لأعضاء الجروب. هم اللي بيردوا، انا ما حرية بردش. الرد لأعضاء لا الجروب. خالص، انا ما بردش، انا بسيب الرد للشباب والبنات اللي عندي. تمام. في حد تواصل مع حضرتك من بره مصر؟ ناس ل... كتير. ل... اصل ايه بره مصر يقول لك مثلا ايه زوجة تانية، زوج، يعني مواصفات معينة، بس ايه طبعا لا، المغتربين من بره مصر دول ليهم طلبات عكس اللي موجودين جوه البلد. الزوجة التانية مرفوض عندي نهائي، مرفوض. من بره مصر جالي عرسان كتير الحمد لله، بس انا ما بحبش ان انا ارتبط بحد جوه مصر بره مصر، انا لما يبقى ارتباط رسمي يكون هو موجود، يبقى افضل واحسن. ويعني لو في حد مثلا بيخلي الاهل يتواصل مفيش مشاكل، في ناس بتقبل وفي ناس لا، بس انا الاغلبيه بحبها ان هو يبقى موجود قدامي. موجود قدام ونادرا، حضرتك. ايوه يبقى قدامي، يعني اعرف اتعامل مع الشخصيه ذات نفسها واعرف اتواصل معاه. بيبقى افضل واحسن ليه وليا. يعني حضرتك رافضة مبدأ اللي هو العريس من بره؟ خالص. من بره لا، يعني حتى حاولت ان انا اوصل مع بعضهم، بحيث ان الدخول الاهل مش زي ما هو الشخص ذات نفسه منه للبنت او لاهلها. تمام. في عرايس توصوا بيكي من بره مصر يا مدام فاطمة؟ العرايس اهلها، يعني في بنات اهلهم هم اللي اتواصلوا معايا من بره مصر، من بره وعايشين مصر. بره. عايشين وعايزه اقول لك ان هم من اسماعيليه ذات نفسها وعايشين بره مصر. وعايشين بره مصر الحمد اتواصلوا مع لله. حضرتك بحيث ان هو يعني يسفروه ولا ايه المواصفات اللي كانوا مثلا طالبينها؟ في اللي هم عايزين ان هي موجوده ان هو بس بين هنا وبين هنا، ولما يحصل التوافق والنصيب هتيجي تقعد هنا. تيجي تقعد موجودة او هنا. مثلا لو هو برضه ينفع ان هو يروح هناك هتاخده ويروح هناك عادي. طب بصفتك في المجتمع كده يا مدام فاطمة، ايه سبب الطلاق اللي طلع، نسبة الطلاق العالية دي اللي موجودة؟ السبب الرئيسي ايه؟ انا السبب الرئيسي شايفاه الماديه. ماديا. ماديات. كل واحد ما داخل، انت عارف انت داخل على جواز، يعني لا تكون على قد ظروف الدنيا اللي انت داخلها لا بلاش، حرام يعني ان احنا نخش
نهدم البيوت من اولها، وانت عارف اساس البيوت الماديات. يعني الماديات. يعني انا دلوقتي داخله هتجوز، هجيب عفش منين، هجيب شبكه منين، هجيب كل حاجه فيها في الماديات، في اللي انت داخل مشروع انت داخله معايا كله ماديات. بس ماديات المصروف جه منين، مصروف اللي رايح اللي العيشه قد اللي كلها جاي. ماديات والله. اغلبيه المطلقات عندي والشباب اغلبيه الدنيا معاهم ماديات. كل اللي داخل يقول لي ظروفي كده، دنيتي كده. والله في ناس بتشتغل شغلانتين عشان تكفي بيتها، والناس دي انا بشجعها جدا. فربنا يصلح حالها ويوفقها باذن الله. فانا شايفه ان اغلبيتهم ماديات. الاحترام يعني ما شاء ان الله حضرتك حتى اللي ناجحة داخل جدا، حاجه. يعني في الإسماعيلية وعلى مستوى خط القناة وسينا، ما شاء الحمد الله عليك لله، يا مدام الحمد فاطمة. لله، اللهم لك الحمد. نشكر حضرتك جدا يا مدام فاطمة على التقرير الجميل ده لبرنامج قمة العاصمة. شكرا جدا. شكرا. وكان معكم من الإسماعيلية حازم الهنداوي، زينب علم الدين، لقناة قمة العاصمة، وتقرير مفصل مع الخطبة بطوط أو مدام فاطمة، أكبر خطبة على مستوى خط القناة وسينا. كان معكم حازم الهنداوي.